السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وصباح الفل وصباح الياسمين عليكم، او مساء زي ما بتشوفوني بقى، مسا صباح الفل ومسا الفل عليكم. النهارده هنعمل اسرع طريقه فراخ. هنعمل فراخ في الكيس الحراري. هنتبلها كده، هندخل على طول على التتبيله بتاعتها. ناخد حبه هنا في توم مطحون. بعد كده هنزل عليهم بقى بالبهارات. عندي جنزبيل، كزبره، كاري، فلفل اسود، جوز الطيب. هنا عندي 7 بهارات، وهنا بابريكا مدخنه. هننزل بكل كده، وهننزل كده بحبه طماطم معصورين، عصير طماطم. وهننزل كده بمعلقه صلصه. معلقه الصلصه هتدي لون للفراخ، خلي لونها احمر. وحبه بسيطه صويا صوص، لو ما مش متاح عندك مش مشكله. نقلبهم كده في بعض، نقلبهم جامد لما يختلطوا كلهم في بعض كده. كده نضيف حبة ملح كده، ونضيف حبة زيت للتتبيلة. نقلبهم بقى جامد كده، تجانسوا مع بعض. ندخل على طول على تتبيلة الفراخ. نتبل الفرخة كده. انا غاسلة الفرخة ومنضفاها، وهنبتدي نضيف عليها التتبيلة. بس هنفتحها من هنا كده شوية كده عند الصدر كده. نعمل فيها فتحتين كده كده بس، وننزل بها بقى بالتتبيله. نتبلها بقى تحت الجلد وفوق الجلد ومن جوه. مفيش مكان فيها الا وهو يتبل. انا بصراحه نسيت اضيف البصل المبشور على الخلطه، فضفتها باقي على الخلطه المتبقيه. وهندهنها تاني عادي بالبصل، مفيش مشكله. جل من لا يسهو يا جماعه. ندهنها كده بالبصل. هو كده كده هنحط بصل معاها في الكيس الحراري والخضار، فكله هيتطعم بنفس الطعم. كده خلصت. وهبتدي بقى اجهز الخضار اللي هضيفه مع الفرخه في الكيس. هنا بقى التتبيله اللي اتبقت من الفراخ، وبعد ما ضفنا عليها. باي يا ماما، باي باي، روح انزل يلا بقى. هنا ضفت البصل المبشور على باقي اللي انا الخلطه بتاعت الفراخ. هننزل بقى بيها ببصل متقطع، وهنزل بباقي التوم بقى. وهنا عندي فلفل رومي متقطع، وعندي طماطم متقطعه مكعبات. كله متقطع كبير عشان يستحمل مده السوى الفراخ في الفرن. نقلبهم بقى في بعض كده لما ياخدوا نفس طعم التتبيله اللي اخدتها الفرخه. الوصفه دي حلوه جدا للي بيحب الاكل كده خفيف مش مسبك، بيبقى طعمها جميل جدا. هنبتدي نضيف البطاطس بقى. كده ضفنا البطاطس برضو مقطعاها كبير خالص كده عشان تستحمل السوا ما تتهريش في الكيس. هنقلبهم بقى كلهم مع بعض كده. انا تبلتها كلها مع بعض. نضيف معلقه صلصه تاني للخضار، ونضيف حبه زيت. وانا ضفت حبه ملح علشان الخضار عايز حبه ملح. نقلب بقى كله مع بعضه كده. بصراحه انا مش عجباني تقليب المعلقه، انا هقلب. والله ايدي نظيفه يا جماعه، وبغسلها كل ما بعمل حاجه بغسلها بقى، كل ما بعمل حاجه بغسلها. نقلبها كده خالص لما المكونات كلها تختلط مع بعض كده. انا جبت الكيس الحراري، كيس كبير خالص بيشيل اكتر من فرخه. هنضيف هنا نص الخلطه اللي انا عملتها كده، وهننزل بالفرخه جوه الكيس.
وننزل كده ببقيه الخلطه. نربط بقى الكيس، نطلع منه الهواء كده، ونربطها من فوق خالص كده، علشان هو كده كده بيتنفخ. عشان ما يفرقعش منك الكيس لازم تديله مجال. انا بصراحه لقيت الربطه كده الرباط بتاعها مش كويس، ربطته كده. نعمل بقى خرمين من فوق كده، هنعمل كده خرمين كده فيه. بس كده نسخن الفرن بقى وندخلها الفرن. هنا خلاص الفرن سخنته، وهننزل بحبة مية بسيطة خالص في الصينية من تحت كده، وندخلها بقى الفرن. كده احنا هنعمل حبة محشي. هنعمل محشي ورق عنب، وهعمل محشي فلفل. اضفت الزيت وهيسخن، انزل بالبصل عليه. كده انا ضفت البصل، وهنزل بمكعب مرقه تحمر، وننزل عليها بالطماطم والصلصه. طبعا كلكم اشطر مني وكلكم عارفين طريقه المحشي، بس انا قلت نعمله مع بعض. هعمله محشي عادي جدا، ما فيهوش افتكاسات بتاعت اليومين دول، اللي هو محشي والدتي وستي وكده يعني. كده خلاص البصل احمرت مننا. اي نجاح تسبيكه كده لازم تضيفي لها الملح بعد ما يعني احنا كده هنضيف الطماطم. بعد الطماطم نضيف لها الملح والبابريكا المدخنه على طول، بتديكي لون احمر وجميل جدا. اضيف الملح، اجيب البابريكا بقى، نضيف كده معلقه بابريكا ومعلقه صلصه، معلقه صلصه كده كبيره، ونقلب كده الطماطم مع البصل كلها تسبك مع بعضها. شايفين بقى لون الصلصه بقى شكله عامل ايه تحت المحشي؟ شايفين؟ ضيفوا لها زي انا ما قلت لكم، هتشوفوا نفس النتيجه. اول ما تضيفوا الطماطم ضيفوا معاها الملح والبابريكا ومعلقه صلصه، هتديكي نفس كده اللون. هننزل بالرز، بعد الرز الخضره يا جماعه، في ازمه في الخضره يا جماعه. نقلبهم بقى ونضيف لهم ملح وكزبره مطحونه، ونبتدي نحشي بقى. كده هنبتدي نحشي في ورق العنب. شايفين ورق العنب انا مفرزاه في الفريزر، شايفين قاعد زي ما تكون لسه جايباه فريش. وهمي ابتدت بقى التخصص بتاعها، بتحشي ورق العنب. طبعا الورقه الخشنه من جوه، واللي ملمسها ناعم من بره. يا جماعه في خناقه بيني انا ومي، وعايزاكم تكتبوا لي في التعليقات مين اللي صح، انا او هي. انا بقول ان المحشي ما يحلاش الا في الحله الالومنيوم، هي بتقول لي طبعا لا يا ماما لازم حله تيفال علشان ما يلزقش في الحله. والله بعمله ما بيلزقش في الالومنيوم. في هنا صراع اجيال، فعايزاكم تكتبوا لي بقى في التعليقات في الالومنيوم ولا في التيفال، شوف مين اللي هيكسب في الخناقه اللي بيني وبين مي. اهو شايفين بقى، ما بنزودش الرز في ورق العنب. يلا يا ميس، سرعي نفسك، مالك بطيئة النهاردة كده ليه؟ يلا واحدة تاني، حرانة ولا ايه؟ يلا واحدة تاني بقى. هتلفلكوا دي بقى وابتدي بقى، هقعد بقى في الأرض مش قادرة أحشي وأنا واقفة بصراحة، هساعدها فيهم بقى. اهو شايفين؟ هوريكوا بقى لما نخلص الحلة. كده اهو انا خلاص خلصنا لف ورق العنب،
والفلفل هنبتدي نزوده. طبعا انتوا خلاص حفظتوني، انا الشوربه بزودها لما تكون انا شايله، بشيل مرقه على طول عندي في التلاجة. النهارده طبعا عملت الفراخ في الفرن فما عنديش شوربه، فالشوربه دي نفعت بصراحه، بس لازم تكون سخنه وبتغلي. حاضر يا ماما جايه. ما نزودوش كتير، يا دوب يا دوب على الوش كده، حاجه بسيطه كده. ننزل حله كده، واول ما يغلي كده غلوتين نوطي عليه وخلاص على كده. شايفين اهي الشكل النهائي، طلعتها من الفرن الفرخه مستويه وجميله وريحتها مش عايزه اقول لكم، كانت جايبه من اخر الشارع. وشايفين الكيس قاعد متماسك كده، شايفين؟ وشايفين منظر الخضار استوى، والفراخ شايفين دابت خالص. شايفين اهي؟ شو انا خلاص كده خلصت وهقدمها لكم وتشوفوها بعد كده. وادي حبايبي كان الشكل النهائي للغدا بتاعنا النهارده. الفراخ ريحتها فظيعه خالص ومستويه، شايفين؟ خلصانه من بعضها خالص كده. والبطاطس ريحتها وطعمها روعه. وانا هنا عملت حبه مكرونه، وهنا المحشي. عايزاكم تقولوا بقى في التعليقات لمي تسلم ايديك يا مي بقى، عايزين نشجعها عشان تقف معايا. بس كده واتمنى يدخل على الصفحه بتاعتي اللي ما عملش اشتراك يعمل، واعملوا لي لايكات. واتمنى ان اكلي يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله بخير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.